السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ يا رب تكونوا بصحة وعافية وسلامة. هاليوم راح اقدم لكم وصفة براونيز كيك. طبعا هاي الوصفة كلش سريعة وسهلة، والكيك يطلع كلش طعمه طيب، وراح تجربون الوصفة ان شاء الله وتشوفوها شقد يعني سريعة التحضير. طبعا هذا الفيديو اليوم تحضير وصفة تم بمساعدة ابني الله يحفظه ويخليه. هسه نروح نشوف طريقة العمل والمقادير. حبايبي المقادير وصفتنا لهاليوم حتى نسوي البراونيز: عندي زبد 3/4 كوب، جوز مكسر نص كوب، شوكولاتة سادة عندي هناك، عندي هنا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بالحليب مخلوطة، عندي فانيلا كيس، بيضتين درجة حرارة الغرفة، كوب سكر، 3/4 كوب طحين، بيكنج باودر. هسه الخطوة الأولى راح أخلط الزبد ويا الشوكولاتة وأذوبها بالمايكرويف. هسه بعد ان ذوبنا الشوكولاته بالزبد نخلط الشوكولاته بالزبد. اليوم طبعا ابني دا يساعدني بالبراونيز، هسه هو دا يخلط. شوف يا حبيبي صارت. شكرا. هسه بعد ان خلطت الشوكولاته ويا الزبده راح اضيف لها سكر، اخلط ايضا. شوف حبيبي، راح اضيف البيض، الفانيلا، نستمر بالخلط. ممكن حبيبي شوية شوية مامي. شكرا. طبعا عاد بيساعدني هاليوم، قال ماما انا اسوي لك الكيك. هسه خلطنا البيض ويا الشوكولاتة ويا السكر. هسه اضيف الطحين واضيف بيكنج باودر ملعقة صغيرة، نضيف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ونخلط. اضيف الشوكولاتة المقطعة مالتي واضيف الجوز مالتي، استمر بالخلط شوي حبيبي اسمح لي. شكرا. شكرا ماما. هسه اخلطه كله. انا محضرة قالب مدهون ومشغلة الفرن على 170. هسه بعد ان خلصت الخلط مالته اصبح الخليط مالتي بهالشكل. انا محضرة قالب دهنته مربع، راح اخلي الخليط بيه.
هسه اساوي القالب مالتي. هسه اخلي فرن محمى سابقا على 170 لمدة 20 إلى 25 دقيقة يكمل وارجع لكم. حبايبي هذا البراونيز بعد أن طلع من الفرن هذا شكله. هسه انتظره يبرد وأقلب القالب مالته وأقطعه وأشوف لكم. هاي بعد أن طلعته من القالب، انتظرته يبرد وطلعته من القالب وخليته بهذا الماعون. مثل ما تشوفون طلع كلش حلو، كلش خفيف وهش، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. وإذا عجبتكم الوصفة حبايبي لا تنسون اشتراك بالقناة مالتي، لا تنسون تسوون لايك للفيديو، لا تنسون تسوون شير للفيديو ويا أحبابكم وأصدقائكم. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتطبقوها، وإن شاء الله نلتقيكم بوصفة جديدة، ومع السلامة.